السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. احنا النهاردة هنعمل تفريزات مع بعض، وهنشوف هنعمل ايه النهاردة. عندنا شوية تفريزات هنعملهم مع بعض. هنفرز بسلة، هنفرز كرنب، هنفرز طماطم وفلفل، وهنفرز مع بعض شوية حاجات. حبايب قلبي وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. طبعا عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا جماعة تحطوا اللايك وتدعموني. انا محتاجة ان انتوا تشجعوني. طبعا انا قلت لكم كده المرة اللي فاتت ان انتوا مشجعوني. انا لسه ده يعتبر تالت فيديو ليا، فمحتاجة بجد تشجيعكم جدا. بس يا جماعة، فانا جبت شوية بسلة، وجبت طماطم، وجبت كرنبتين، وجبت فلفل، وجبت شوية طلبات كده من السوق. جبت بتنجان، وجبت بصل وجزر وبنجر. فانا بتمنى حبايب قلبي ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر وتحطوا اللايك. بص، انا دلوقتي بوريكم الكرنب. انا دلوقتي حطيت حلة كبيرة على النار، كبيرة حلوة يعني تكفي الكرنباية. فحطيت خليت المية تغلي، حطيت لها سكر وحطيت لها حبة كمون. تمام يا حبايب قلبي. بس وديني دلوقتي بطلع الكرنب واحدة واحدة واحطه لحضرتكم في الحلة ونسلقه يا دوبك. بص، ادام احنا هنحطه في الفريزر، الكرنب ما بياخدش وقت كتير على النار. فانت مجرد ما تسقطيه تخرجيه، تخلوش يقعد يغلي علشان ما يتهريش منك. لان هو في الفريزر طبعا بيساعد على ان الحاجه بتستوي اكتر. فاحنا نحط الحاجه في الفريزر، بنحطها لو احنا مسلقين حاجه بنحط السلقه بتاعها ايه، يا دوبك بتتحط في الميه وتخرجيه بس. فانا بسقطه وبعدين بخرجه زي ما انتوا شايفين كده على طول من الميه المغليه. قولوا لي بقى عملتوا ايه بقى؟ فرستوا حاجات لرمضان. احنا اتفقنا ان احنا ما نجيش على نفسنا ولا على جوازنا ولا على بيوتنا، ونعمل حاجات كتير. نعمل حاجات تكفينا كل يومين اسبوع كده، لكن ما نجيبش حاجات كتير كتير ونتعب نفسنا وهي الحاجة اصلا موجودة في السوق وتحت ايدينا. تمام يا حبايبي. نعمل الحاجة اللي تسهل علينا الدنيا وفي نفس الوقت ما تبقاش عملت حمل علينا. تمام يا حبايب قلبي. ودلوقتي الطماطم، انا جايبه شويه طماطم، فانا بغسلها دلوقتي اهي قدامكم وهقطعها وهحطها برضو في نفس الحله اللي انا سلقت فيها الكرنب. هبتدي ان انا اشطف الحله، هدلق الميه السخنه اللي فيها واشطفها شطفه كويسه واحطها تاني على النار. بس احطها تاني وبعدين امسك بقى الطماطم واحده واحده، اغسلها كويس جدا، انضفها من اي حاجه تكون موجوده فيها، وبعد كده بقطعها بالنص او 4/4 زي ما انتوا عايزين. وساعات بحطها برضو سليمة، ما بيجراش حاجة يا حبايبي. وتمام. وبعدين بنحطها في الحلة اللي احنا سلقنا فيها الكرنب على النار. تمام. بس فالحاجات دي بتسهل علينا كتير، بالذات الطماطم. يعني الطماطم اكتر حاجة البيت بيحتاجها. طول ما انت عندك طماطم في التلاجة عندك او في الفريزر، بتبقى سهلة جدا عليكي، بتسهل عليكي الدنيا. تمام يا حبايبي. بس انا دلوقتي لسه برضو بقطع الطماطم اهيت لحد ما اخلصها كلها، وبعد كده برضو هنشوف هنعمل ايه بعد كده. فانا بس عايزة اتكلم معاكم في في رمضان، في موضوع رمضان. ان احنا طبعا لازم، رمضان شهر مبارك، شهر خير، وشهر ستر وصحة وبركة وكل حاجة حلوة ربنا بيجيبها في رمضان. فاحنا معالينا اللي احنا ان احنا نصلي ونصوم ونقضي الفروض ونقرأ قرآن ونعمل كل حاجة في رمضان ترضي ربنا. اهم حاجة في الدنيا رضا ربنا. ان رمضان مش اكل وبس، نهتم بالاكل بقى والتفريزات والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي طبعا مهمة لبيوتنا، ما قلناش حاجة، بس طبعا
الجانب الديني ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا، نقرأ قرآن، ندعي ربنا كتير في رمضان، نصلي قيام الليل، نصلي الوقت بوقته كويس جدا، ما نسيبش فرض على فرض. تاني حاجة ان احنا برضو يا جماعة لازم 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 كل يوم ان احنا نقرأ في المصحف ونحاول نختم القرآن في رمضان. احلى حاجة ان رمضان ما تطلعيش منه غير الا وانتي ختمة القرآن. كل يوم بتقرأ ليك صفحة صفحتين معكم. انا بعمل ايه؟ انا كل فرد بمسك 5 صفحات بقرأهم، 5 صفحات بس كل يوم بعد كل فرد. شوفي انتي لما تقري 5 صفحات من القرآن بعد كل فرد في 5، فانتي قريتي 25 صفحة في اليوم. تمام يا حبايب قلبي؟ من هنا لحد 30 يوم تكوني قرأتي القرآن تقريبا كله. تمام؟ بس حبايب قلبي انا مسكت بعد كده عملت ايه؟ قطعت الطماطم اهي وحطيتها على البوتاجاز مع نفسها بقى تغلي مع نفسها. تمام. مسكت الكرنب دلوقتي بوضبه قدامكم. انا بمسك الكرنب حطيته على البلانشة، بجيب الكرنب بمسكه واحدة واحدة ورقة ورقة، بطلع العرق ببرومة زي الرول كده وبقطعها بس. فبتبقى قدامك جاهزة جدا ان انتي تقطعيها على قد الصابع وهتلفي سهل جدا يعني ان انتي تعملي كده. تمام يا حبايب قلبي؟ بس فاحنا نقرأ قرآن ونصلي، ولازم لازم نطلع من رمضان ان احنا كاسبين رضا ربنا طبعا، وقارين في المصحف وعاملين العبادات بتاعتنا، ونتصدق، ما ننساش الصدقات وما ننساش الإطعام. كل بصي اللي تقدري عليه تعمليه، انتي مش هتضغطي نفسك، اللي انتي تقدري عليه حبيبتي اعمليه. عايزة تطلعي شنطة طلعي كيس سكر وازازة زيت، تطلعي مثلا كيسين مكرونة، تطلعي بصي اللي انتي تقدري عليه تعمليه اعمليه. قدرتي تطلعي فرخة طلعيها، قدرتي كل يوم مع الوجبات اللي انتي بتعمليها مع الاكل اللي انتي بتعمليه تطلعي مثلا وجبة او 2 قبل الفطار تطلعيهم كإطعام صيام، إطعام صائم. دي برضو هتبقى في ميزان حسناتك حاجة كبيرة جدا. ماشي يا حبايب قلبي؟ دلوقتي انا بقى جبت الاطباق الفل دي، ببتدي بقى ارص فيها الكرنب. انا عملت الكرنبتين تقريبا كده على 4 اطباق او 5 اطباق، وحسب ما انت عايزة. انت ممكن هتعملي مثلا دقية صغيرة كده، حلة صغنونة، هتاخدي منها اللي انت عايزاه من الطبق بكل سهولة، مش هتتعبي في حاجة. فبس انت بتعملي الاطباق اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت وقت ما هتيجي تحضري الاكلة هتاخدي اللي انت عايزاه، مش هتحتاري في حاجة يعني. تمام يا حبايب قلبي؟ ما ننساش يا حبايب قلبي نحط اللايك، وما تنسوش تدعموني حبايب قلبي. انا لسه جديدة، فانا بحبكم جدا والله العظيم، بحبكم جدا، وبستنى اعمل الفيديو عشان ابقى يعني قدام الكاميرا قدامكم كده، واتمنى ان انتوا كمان تحبوني زي ما انا بحبكم. تمام يا حبايب قلبي؟ دلوقتي انا بحط العروق اللي هي بتاعت الكرنب دي، انا مش برميها بصراحة، بتنفع بحطها في ارضية الحلة. تمام. بقطع بقى فوقيها طماطم، بصل، فلفل، وحبة زيت، وابتدي اصبع في المحشي مثلا واحطه، فما برميهاش. وممكن احطها على وش الكرنب من فوق، اغطي بيها الطبقة الاخرانية بتاعت الكرنب دي، بحيث ياخد البخار كله يكتم في الكرنب ويسويه. تمام يا حبايب قلبي؟ تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ مسكت الفلفل طبعا، بس ما عملتش كده قدامكم. فانا قطعت الفلفل عادي، بتقطعيه حلقات مكعبات زي ما انت عايزه. الفلفل بقى ده يا سلام بيقعد بصي في الفريزر، مش بيجراله اي حاجه، زي الفل. بتقطعيه كده زي ما انت عايزه، لو عايزاه حلقات، لو عايزاه مكعبات، بينفع جدا. تعملي شويه كبده هتلاقيهم، تعملي بيتزا هتلاقيه، تعملي مثلا شويه بتنجان بتطلعي وتدقي مع الثوم، بتعملي بيه بصي اي حاجه تتخيليها. انا ممكن اقليه وهو متقطع كده
وانا بعمل مثلا مسقعة بقليه وبحطه مع المسقعة عادي، وهو متقطع كده بيبقى تحفة برضو زي اللي بنشتريه من المطاعم. عملت جزء فلفل رومي اللي هو مش حراق، واللي قدامكم اللي انتوا شايفينه حضراتكم دوت يا حبايب قلبي ده حراق، فلفل حامي لو انت بتحبي السبايسي. فانا عملت كيسين كده وعملت 3 كيس كده، بينفعني جدا 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 في التلاجة في الفريزر. بحطه على اي حاجة بتتخيليها انت. بتقلي مثلا تقلية، بتحطي برضو حبة، بتخلي التقلية جميلة جدا. تقلية المحشي بالذات بيبقى جميل جدا يا حبايب قلبي. بس تمام. بس فانا والله يعني نفسي ان انا قناتي تكبر بيكو وبتشجيعكم ودعمكم ليا. القناة تكبر ونبقى عيلة كده مع بعضينا. واكيد انا والله هعمل كل اللي في وسعي علشان ان انا اسعدكم واقدم لكم حاجات تفيدكم. كل حاجة مفيدة ان شاء الله ان شاء الله انا هعملها لكم. انا عمري ما هعمل فيديو ليكم يكون مش مفيد ليكم. لازم اعمل حاجة ان انتوا تستفيدوا مني او تطلعوا من الفيديو وانتوا يا حبايب قلبي مستفيدين. تمام يا حبايبي. انا بحب والله العظيم، يعني بحب قدام الكاميرا كده ابقى معاكم، ببقى مستمتعة وانا معاكم وانا بتكلم معاكم وبحضر الحاجة معاكم. انتوا تستفيدوا مني وانا برضو بستفاد منكم، حبكم ليا ودعمكم ليا حبايب قلبي، وان قناتي ان شاء الله تكبر بيكم. طبعا عمرها ما هتكبر الا بيكم. بس انا دلوقتي بعمل ايه؟ بحط الفلفل في الكيس. انا حطيت الفلفل الرومي دلوقتي وحطيت الفلفل الحراق، ودي برضو البسلة انا فصصتها انا وبناتي، ملوكة وشيرين اختها. انا عملت البسلة وفصصتها معاهم واحنا قاعدين في المطبخ كده مع بعض، بس انا ما صورتش بصراحة. بس فعملتها في الطبق ده. كنت جايبة في وش عدوكم طبعا، كنت جايبة 5 كيلو بسلة. فدلوقتي انا بكيسهم، فصصتهم وغسلتهم وصفتهم كويس جدا، ورحت عاملاهم ايه في الاكياس زي ما انتوا شفتوا كده. تمام يا حبايب قلبي. اوعوا تزهقوا مني، انا بحبكم والله جدا، بحبكم من غير ما اشوفكم. والله انا بحبكم جدا، حاسه ان انا بتونس بيكم بصراحه. يعني انا بتونس بيكم فعلا. يعني ولادي كبار طبعا، واللي في الشغل واللي مثلا في الجامعة واللي في التمرين. عندي ابراهيم ابني في التمرين بيلعب في نادي في التمرين، هبقى اعرفكم عليهم بعد كده ان شاء الله. وباباهم بيبقى في الشغل. فانا بحب اتونس بيكم انتوا بصراحة. يعني احلى وقت بقضيه من يوم ما فتحت القناة دي، انا لسه فاتحاها قريب، بس احلى وقت بقضيه معاكم والله العظيم حبايب قلبي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي لمي ايه الطماطم بقى. الطماطم اتسبكت كويس جدا، انا بسيبها على النار لحد ما تتسبك خالص. يعني تتسبك خالص، تشرب ميتها كده خالص، يبقى فيها مية بسيط. وبعد كده بروح مسكاها ضربها زي ما انتوا شايفين كده، وباخد بالكبشة في الخلاط وبضرب. املى الخلاط بس مش بملاه قوي عشان ميبقاش تقيل على الخلاط، واضرب وبفضي في العجان الاستانلس ده. افضي واضرب وافضي، وبعد كده ان شاء الله هكيسهم في الاكياس. بصراحة يا جماعة التفريزات بتنفع جدا. اي حاجة في الفريزر وفي تلاجتك وفي بيتك بتستر بيتك وبتنفع بيتك والله العظيم. يعني انت لو عندك شوية طماطم هتطلعي وهتعملي اي اكلة، اي خضار، مكرونة مسقعة، اي طبيخ، اي مكرونة، اي مسقعة، محشي. لما بتكون فعلا الطماطم موجودة بتنفع جدا جدا وبتبقى جميلة وبتسهل عليك الدنيا. ده انا كمان جبت بصل برضو وفرست برضو بتاع 3 كيلو بصل كده، فرستهم وقسمتهم برضو في كيسين وحطيتهم برضو في الفريزر. ان شاء الله هجيب حبة واعملهم قدامكم واوريكم الطريقة. برضو سهل جدا جدا وبيريح جدا. البصل في الفريزر بيريح جدا بصراحة. كل حاجة بتريح.
وبتخليكي انتي بتبقي يعني بتتشجعي انك تخشي المطبخ، بتبقى سهلة عليكي. مش تخشي هتخرطي بصل وهتضربي طماطم، هتفصصي بسلة، هياخد منك وقت كتير ومجهود كتير. فانتي بتعملي الحاجة اللي توفر عليكي مجهودك. بس ما بقولكيش تعملي كميات كبيرة، يعني بقولك اعملي كميات اللي هي تنفعك، كل ما تخلص هتعملي غيرها. بس اللي بتفرزيه ايه، لو حاجة ليها موسم وهتخلص، مثلا زي البسلة، لو انت عارفة ان البسلة خلاص قربت هتخلص وكده، هتجيبي حبة وايه وهتعمليهم. تمام. انا حطيت على الطماطم سكر وملح وبابريكا. انا عملت طبق وده الطبق التاني. ماشي يا حبايب قلبي. فانا حطيت فيه بابريكا وسكر وملح، دول مواد حافظة للطماطم، بتحفظ الطماطم مهما قعدت معاكي في التلاجة. انا دول هحطهم في الفريزر، في الاكياس، وهحطهم في الفريزر. لكن في ساعات بملى برطمان، عارفه البرطمان بلاستيك كده الكبير اللي بتخليلي فيه، انا بعملاه وبحطه في التلاجة، في باب التلاجة، بيقعد معاكي بصي بالاسبوعين بالشهر، ما بيجرالوش اي حاجه، بيبقى زي الفل بصراحه، وبيبقى متسبك وبيبقى جميل جميل، احلى من الصلصه بتاعت بره اللي كلها مواد حافظه وبتبقى غامقه وما بتبقاش حلوه. هو مش كل الانواع طبعا، انا عارفه في انواع نضيفه وجميله، وفي انواع برضو مش قد كده، بس الاحسن ان انت تعمليها في البيت، النظافه، وانت عارفه انت عاملاها ازاي، وما فيهاش مواد حافظه. المواد اللي انا حطاها بتحفظ بس مواد طبيعيه، الملح، السكر، البابريكا بتديها لون جميل برضو. انا بحبش احط بنجر على الطماطم ابدا ابدا، واللي يقولك حطي بنجر على الطماطم يعني ما يزعلش مني والله، بس انا لا، البنجر على الطماطم بيودي لونها وطعمها في حتة تانية خالص، مش كأنك بتعملي طماطم. يعني انا جربته، عملته وحطيته على المكرونة، خلى المكرونة لونها موف، مش اللون اللي هو الاحمر الجميل ده، لا، خلى لونها موف، فمش لون الطماطم، مش لون المكرونة، يعني ما حبيتهاش خالص. بس حبايب قلبي عملنا الصلصة اهوت، ودي بقى شكل الحاجات بتاعتنا بعد ما فرزناها وقطعناها وكيسناها قدامكم اهو يا حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تحطوا اللايك حبايب قلبي.